اللي غادي يلعب المباراه ديال الثمن النهائيه مع منتخب كوريا الجنوبيه. هاد المقابله هي الطريق نحو اما الولايات المتحده الامريكيه او ايطاليا، وقد تكون فرنسا، لان فرنسا في المجموعه اللي فيها هي من يعني تتغال بان فرنسا، لان المجموعه اللي حنا عندنا سيدي غادي نلعبوا مع المغرب، غادي يلعب مع فائز في مقابله الولايات المتحده الامريكيه مع ايطاليا، وغنلعبوا مع الفائز في مباراه ديال باراغواي مع النرويج، ثم فرنسا مع اليابان. اذا هنا تيبان بانه ممكن تكون فرنسا هي المرشح للوصول الى نصف النهايه، ولكن اللي غنديروا قراءه في المباراه ديال المكسيك. انا بالنسبه لي هذه المقابله تظهر لي بانه نقدر نقول بانه صحيح انه خسرنا ضربه جزاء تتوقع، ولكن نقدروا نقولوا بانه ما لعبوش بزاف د اللاعبين اللي تلعبوا اساسيين اكيد، ولكن الفريق ديالنا ما بانش عليه بانه يعني اقل قيمه من اللاعبين. صحيح انه كاين بعض التميز بسيط، ولكن اللاعبين كاين امكانيات، وهذا اللي تيبين بانه الفريق اللي بغى يكون مزيان خصو يكون مزيان، ولاعبين يعني البدلاء ما نقولش احتياطيين حتى هو مزيان. هادشي اللي شفنا في المقابله. وفعلا سي سعيد راه قلتي دابا الفكره هي اللي كتنطبق الان على كره القدم المغربيه في جميع الفئات، ماشي فقط غير على مستوى ايفان واي 17. ودابا شفنا واحد المنتخب جديد اللي غيرجع يلعب كاس العرب، يعني ما كاينش مشكل ديال اللاعبين الحمد لله. وحتى بالنسبه للفريق الوطني الاول، واخا تيكونوا الغيابات بسبب الاصابه او التوقفات، دائما كاين البديل، ما عندناش مشكل ديال الاشخاص تحيد واحد ودير واحد بلاصه. صحيح سي سعيد كاين بعض اللاعبين استثنائيين اللي ما كيتعوضوش، معروفين معدودين على رؤوس الاصابع، واللي المدرب كيعتمد عليهم سواء كانوا جاهزين ام لم يكونوا جاهزين. ولكن بالنسبه للمنتخب ديال ايفار الشيء راه تقريبا 90% ديال التشكيله تغيرات تقريبا، ماشي 3 ولا 4، راه الفريق كامل حتى من الحارس تبدل. ورغم ذلك هزيمه ب1-0 امام المكسيك. صح النتائج ديال المباراه الاولى والثانيه عاونتنا بزاف، لانه تاهلنا بفريق كبير على الاقرب المطاردين، وبالتالي ضمننا التاهل. كان من الاحسن نعطيو فرصه للاعبين اخرين، خاصه اننا ضمننا المركز الاول. غير ما تعطى الفرصه. اللي جاني جميل هنا انه تعطات الفرصه، ولكن ماشي شي لاعبين اللي نقدروا نقول بانه اقل قيمه. اي بحال بحيث انه تقريبا ماشي نقول لك بحال، ولكن ما كاينش ذاك الفريق الشاسع الكبير بحال دابا نقولوا دابا هادو كون دخلوا حتى في الاول بهذا الشكل، كنقولوا هذا فريق مزيان. ودابا سي سعيد غنرجع معك واحد المساله ديال الحظ في كره القدم. دابا اللعابه راه كاينين لعابه بزاف، كلشي مزيان، كلشي كيلعب مزيان تقنيا بدنيا تكتيكيا، ولكن راه كاين الحظ في كره القدم. كاين اللي عنده الزر سبق هو الاول تختار، هذا الشيء اللي كاين. اذا هذه هي اللي دخلتي فيها انت الحظ. صحيح انه الحظ عنده واحد الدور كبير، يمكن يكون لاعبين عندهم امكانيات ما تيحضروش، ولكن هادشي علاش جبناه على الفريق الوطني اللي يلعب ضد المكسيك، انه لاعبين حتى هما يعني بصراحه عندهم مستوى ديال الفريق الوطني، ما عندهم مستوى. ما كاينش، ماشي نقولوا بانه لا كانوا ناقصين وغنقول لا ما لعبناش شيء. لاعبين ضد فريق لاعب على التاهل. لاعب كاين فرق. واحد موتيفي بزاف، الاخرين كانوا يعني داك الحماس اللي كان عندهم، غير انهم خصهم يبينوا على انهم راه حنا مصدر ثقه. الاخرين اللي كان عندهم رغبه وشي حتى الهدف اللي تسجل راه على كل حال. فنهنيو الفريق ديالنا غادي مزيان، طلبوا الله لانه الكوريين الكره ديال كوريا في عندهم الخطوره. نقدر نقول لك ان كوريا الجنوبيه الكره فيها السرعه مزيان، عندهم السرعه وما عندهمش بحال قلتي، ما عندهمش داك الثقافه ديال ماشي داك الرزانه، خفاف اكثر من القياس، مزروبين بزاف، وما عندهمش داك كيسميها ماشي حتى باش نوض تكتيكي. الكره تبغي انسان واحد شويه ديال التأني لا هما مزروبين كاين مدافعين، كاين الخط الامامي. ولهذا هذه المقابله مع كوريا الجنوبيه غتكون فيها الخفه واللعابه ديالنا خفاف، ما كاين مشكل. وهما اللي غيعذبهم هو داك اللعب الكلاسيكي، اللعب الكلاسيكي اللي ما فيش داك التميات القصيره، فهمتيني؟ داك اللعب الكلاسيكي ديال عطيني كره عطيني، هما لا هما خفاف يقلب يكرشيو، يعني تيتجاراو بزاف. هي سلاح ذو حدين، هما تيتجاراو، تيمكن لهم يديروا اخطاء على مستوى الدفاع، ولكن انت يمكن لهم يخلقوا لك مشاكل داخل المنطقه، لان تيلعبوا كره بشكل قصير. يعني فاتوا الحدود.
دابا حنا تنطلبوا بانه الفريق الوطني المغربي يمشي للمدرسه ديالنا، هي اننا تنقول كره قصيره، ولكن الكره القصيره ديالنا ماشي بحال ديالهم. هما الكره القصيره ديالهم فيها واحد النوع من السرعه غريبه جدا، كتعتمد على التحركات السريعه كثيره بزاف اللي عنده الكره واللي ما عندوش كيجري، اللي تيبان لك بحال مزربين. انا هدي بكره القدم الكوريه واقيلا تكون عندك هذه الصوره ديال 2002 كاس العالم في نصف النهايه، طريقه باش بوجهوا الخصوم راه لا يعني واحد السرعه يا سي سعيد، سرعه خياليه، بديني مزيانين بديني مزيان. اضيف الى هذا، انا ما عمري شفتهم، ولكني من نهار اللي كانوا ما عندهم القامات قصيره صار اقصار الكره مع عمرها طلع الفوق. على كل حال تظهر لي هذا الفريق هما ربحوا بنما ب2-1 وربحوا وخسروا مع اوكرانيا ب2-1 وتعادلوا مع الباراغواي ب0 اللي مثل هذو هما النتائج اللي داروا. ثاني عادي دازوا احسن ثالث، هما دازوا من احسن ثالث. ماشي غنقول دابا خصنا نربحوهم، ولكن خصنا نديروا احتياط، خصنا نتاهلوا مقابلات. لا خصنا فريق ديالنا، عندنا فريق الاسلوب ديال اللاعب ديالنا صراحه عندنا واقف الفريق ناضج. يعني نضيف حاجه اخرى، هاد الطريقه باش لعبنا اللي كنخصني نقول هي الاولانيه، هو انه داك الانضباط التكتيكي تقريبا كانه لاعبين القدام لاعبين اللي لعبوا المباراه الاولى. علاش شفنا ضد الصبليون قبل ما يتسجل هذا بنفس الطريقه لاعبين داك الانضباط بنفس الطريقه، ما كاين حتى مشكل. صح انهم بقات واحد شحال 20 دقيقه دخلوا الاساسيين، عذبوا المكسيكيين. على العموم ما نعتبرها شيء هزيمه، نقدر ما نعتبرها بانه درنا مقابله مزيانه. الانسان لما تينهي في جوج ديال المباريات حتى اللي في الصف الاول، فتظهر لي اننا ما عندنا الا نتمنوا التوفيق للفريق الوطني المغربي امام كوريا. وكما قال المدير خصنا نمشيو بعيد، نمشيو بعيد. بان تعجبني هذا الانسان يكون حيد داك الحاجز ديال الخوف. حاجز ديال الخوف راه مهم تحيد، ولا كسرتي داك الحاجز ديال انه كنتي ما تقدرش تدخل لشي محل تفتح لك الابواب. مزيان.